يعني 20 سنة وأنت تختم لم تضف لرصيدك القرآني ولو مفردة واحدة، هذه مشكلة. عرفت؟ لذلك من المهم أن يكون رمضان القادم مختلفا، وأن يشهد تحولا مفصليا في علاقتنا بالقرآن. كيف؟ يعني ضع في بالك في هذا الشهر، شهر رمضان القادم، أن تتعلم على الأقل 10 مفردات قرآنية. يعني أنت لما تختم القرآن ستمر بك مفردات ربما لا تعقلها. جيد، ضع في بالك أنك تتعلم 10 منها. يعني أنت مريت بآية مثلا إنما النسيء زيادة في الكفر، ما معنى النسيء؟ لا تعرف، تعلمها. إن أعطيناك الكوثر، ما معنى الكوثر؟ لا تعرفها، تعلمها. هكذا أنت تجمع مثلا 10 مفردات هذه السنة. في السنة القادمة 10 مفردات، التي بعدها 10 مفردات، بعد مثلا 10 سنوات ستكون لديك 100 مفردة قرآنية، هذه ثروة هائلة. بعد 20 سنة 200 مفردة قرآنية، هذه ثروة هائلة أيضا. لذلك تخيل أنت المسلمين جميعا يقومون بهذه الطريقة، سيكون وعيهم القرآني عاليا، ستكون ثقافتهم القرآنية عالية. ضف إلى ذلك لو أنهم تعرفوا على موضوعات الصور، بمعنى هذا رمضان القادم اختر سورة واحدة على الأقل، مثلا سورة العنكبوت، قل أنا أريد أن أعرف ما هو موضوعه. حاول أن تتعرف على موضوع هذه السورة، يعني كل مجموعة آيات ضع لها عنوان، ثم حاول أن ترى ما هو الرابط بين هذه العناوين. تصبح علاقتك مع سورة العنكبوت علاقة عضوية، علاقة وعي ومعرفة. واختر من الصور الصغيرة على الأقل في جزء عامة، مثلا سورة معينة أنت استخرج منها الفوائد، الفائدة الأولى منها كذا، الفائدة الثانية، وعبر عن هذه الفوائد بغير ألفاظ الصورة حتى تجبر نفسك على التعامل المعرفي مع الصورة. لأن بعض الناس يأخذ نفس ألفاظ الصورة ويجيبها، لا، ما استفدت شيء. أنت عبر عنها بأسلوبك، بألفاظك، حتى أعرف أنت فاهم ولا لا، فهمك الخاص. أيوة. فأنت مثلا هذه السنة صارت لك علاقة مع سورة العنكبوت، السنة القادمة مع سورة النور، السنة التي بعدها مع سورة الرعد، سورة هود. فهكذا كل سنة أنت لا تختم القرآن فقط، وإنما تتقدم في معرفتك وعلاقتك مع القرآن، وتزيد من رصيدك القرآني، فتكون هذه الختمة ختمة مختلفة.